الدورة الشهرية هي العادة بتستمر مع البنات من أول سن البلوغ لحد وصولهم لسن اليأس. طول مدة وجودها ونزولها بيكون ليها أوقات مختلفة وتأثيرات مختلفة على جسم البنات، برغم إنها مميزة في إنها بتخرج من الدم الفاسد من الجسم، لأنها بتسبب شوية مشاكل كده بدرجات متفاوتة، والمشاكل دي هي علاقتها بالقولون واللي بتعمله فيه. هو ده موضوعنا النهارده. إزاي الدورة الشهرية بتأثر على القولون بتاعك؟ أول حاجة بتزود التقلصات. من الأعراض الملازمة للدورة الشهرية تقلصات الرحم اللي بدورها بتأثر على القولون، زي ما بيقولوا كده بتسمع وتوصل لأسفل البطن. تاني حاجة اضطرابات الأكل. بنلاقي إن بعض البنات بيزيد أكلهم في حاجات معينة أثناء الدورة الشهرية، ومن أشهرها السكريات والوجبات السريعة، وده بدور بيكون له تأثير سلبي على القولون إنه بيسبب تهيج القولون مع الوقت. تالت حاجة التوتر النفسي. الدورة الشهرية في العادي بتكون مصحوبة بتقلبات مزاجية، وده نتيجة تغييرات الهرمونات اللي بتحصل خلال الفترة دي. كل التقلبات والتوتر اللي بيأثر على الأمعاء، وده بيزود من أعراض القولون العصبي. دي أهم المشاكل اللي ممكن تسببها الدورة الشهرية، وليها علاقة مباشرة بالقولون. بس زي ما احنا عارفين، طالما عرفنا مشكلة يبقى حلها سهل. عشان كده في شوية نصايح لو عملت بيهم هتساعدك انك تحسني صحة قولونك أثناء الدورة الشهرية. واحد، النظام الغذائي الصحي. ده أهم حاجة، وده هيحل لنا مشاكل اضطرابات الأكل اللي ممكن تحصل. الموضوع ده بسيط خالص، كل اللي هتعمليه انك تبعدي عن الأكلات اللي بتسبب الانتفاخ على قد ما تقدري، زي البقوليات والمشروبات الغازية، وزودي ألياف زي اللي موجودة في الفواكه والخضار عشان بتحسن من حركة الأمعاء. تاني حاجة شرب السوائل بكثرة، والسوائل هنا مش بقصد بيها المية، لا، هنضيف عليها كمان الأعشاب زي النعناع. ده بجانب انهم بيحسنوا الهضم بيقللوا الانتفاخ، فالأعشاب دي كمان بتساعد على تهدئة التقلصات اللي بتحصل في القولون. قلل الكافيين على قد ما تقدري، لأن ده ممكن يسبب تهيج في الأمعاء. تالت حاجة التحكم في التوتر. زي ما قلنا التوتر النفسي ليه عامل كبير في التأثير السلبي على القولون، عشان كده حاولي تسترخي على قد ما تقدري، ما تعرضيش نفسك للتوتر. النصائح دي هتساعدك تعدي مرحلة الدورة الشهرية على خير من غير وجود مشاكل في القولون. بس طبعا لو حصل ولقيت ان عندك آلام في القولون لا تحتمل، او اي حاجة غريبة حصلت معاكي، لازم ساعتها تزوري دكتورك.